صباح الخير، صباح الفل عليكم. النهاردة بقى دي تجهيزات عيد ميلاد حتومة. عملت معاكم لايف وجهزنا كل حاجة والبلالين والأرقام وكل حاجة فتحتها معاكم. تمام. هنا بقى كده ده عيد الميلاد، دي تورتاية ال10 تلاف. بصوا تماحيك بقى. دي تورتاية ال10 تلاف، واللي وراها تورتاية عيد ميلاد حتومة. تمام. انا كنت عايزة اعمل احتفال خاص بقناتي، ولكن يعني حبيت ان انا بقى يبقى ايه مع بعض كل حاجة. دي كانت مقدمة. هنا بقى ده المحل اللي انا اشتريت منه حاجتي، وكان لازم ان انا اشكره لان فعلا الحاجة طلعت اجمل مما انا كنت طالباها بصراحة. يعني محل ماركريز شوكليت ده في شارع الساحة، وانتوا داخلين على النافورة كده. يعني اللي من بلدي عارفين وصفي كويس. تمام. هو محل علي رزق، وهو بصراحة ناس ذوق وناس محترمين. وقبل الميعاد بتكون في تليفون حاجتك وصلت. عندهم كل حاجة محتاجاها لكريسمس، لعيد ميلاد، لحفلة خاصة. اي حاجة عندك محتاجاها موجودة. شوكولاتة دارك، شوكولاتة بيضة، كل حاجة موجودة عندهم بصراحة. يعني المحل من المحلات اللي شيك قوي في الحسنية بلدي، واللي فيه كل حاجة. كمان في حلويات شرقية، في الصواني اللي هي فيها بقى البسبوسة والهريسة واللبنية كل حاجة موجودة. تمام. اهو كان اقل حاجة اعملها دي التورتايه بتاعتي اهي. كنت رايحة استلمها قبل عيد الميلاد بساعة، ولكن هي كانت موجودة من الصبح. انا اللي يعني ما رحتش. بصوا ده فاج، وده في حاجات بقى جاتو عادي بيبدأ من 70 جنيه دستة، وفي لحد القطعة ب20، في قطعة ب15. انتي بقى واللي بتفضليه او اللي انتي حباه. تمام. اهو في سويس رول كمان بشوكولاتة، وفي ابيض ودي علب النوتيلا والشوكولاتات الميرسي دي حلوة جدا جدا على فكرة. انا جبتها قبل كده. شوكولاتة ميرسي دي جميلة. وهنا بقى التورت. بصوا بقى التورت كل الاشكال والاحجام كمان. يعني انتي لو حابة تورتاية دي، بصوا دي اللي انا اخدتها لل4000. وتحت اهو دي بيضاوية، ونادر جدا لما نلقى تورتاية بيضاوية. دي التورتاية فلوتس، ودي تورتاية ريد فيلفت، ودي ميكس شوكولاتة، ودي شوكولاتة بيضة. بصوا دي بيضاوية شكلها تحفة. وفي بقى قوالب التارت وقوالب ال اسمها ايه، زي طاجن السعادة بقى، والحاجات اللي هي عارفينها دي. دي صواني بقى كنافة وبسبوسة وهريسة وجلاش، الحلويات الشرقية طبعا كلكم عارفين. دي شوكولاتات بالكيلو، وبرضو الاسعار يعني في من الملبس اللي ب15 جنيه بقى، وانتي طالعة للشوكولاتات بقى 170. كل الارقام يعني. هنا بقى دخلنا خلاص على عيد الميلاد، وانا بحب اشكر ماركريز شوكليت بجد. ميرسي قوي قوي ليكم ولذوقكم. هنا بقى حاجة عيد ميلاد حاتم. انا نفسيا مش قادرة اعمل حاجة بصراحة كده. كل اللي عملته صينية بطاطا بالقرفة والسمنة البلدي، وهنزلها لكم لوحدها في حلقة. واختي عملت صينية لبنية اهي، بس هي يعني ساحت شوية علشان اتحطت في العربية. ولكن عملت لكم انا لبنية، وهنزل لكم طريقتها للناس اللي دقتها والناس اللي هتشوفها وتقول ايه ده. فهي كانت لبنية، وهنزل لكم بحلقة بكرة او بعده بالكتير. هي جاهزة عندي الحلقة ومتصورة. هنا دي التورتاية، تورتاية التماحيك. كان نفسي اعمل اي حاجة، بس الحمد لله. البطاطا بالقرفة برضو هتنزل لكم حلقة، هتعجبكم جدا جدا. كان عيد ميلاد بسيط ومفهوش تكاليف على فكرة خالص. حاجة بسيطة وحاجة سيمبل. وتورتاية حتومة كانت تحفة تحفة تحفة. كانت بشوكولاتة، وكانت بالكراميل وكريز ومانجا عين جمل. اهو حتومة كده 11 سنة. كل سنة وانت طيب يا تومة، ويا رب العمر كله حبيبي في سعادة وفي هنا، وكل السنين اللي جاية تكون احسن من اللي فاتت يا رب. دي اللبنية اللي اختي كانت عاملاها. تسلم ايدك يا منى، بجد طعمها تحفة تحفة تحفة.
بس هي مشكلتها انها ساحت شوية. هنا بقى كنا عادي عارفين اللي هو زي كواليس كده قبل تقطيع التورته وقبل ما نطفي الشمع. كان موجود في عيد الميلاد بابا وماما واخواتي. الولاد مجوش عشان البنات تاخد راحتهم. حاتم وفهد مجوش، ولكن كان معايا صحباتي. كان موجود روشا، وكان موجود ميرو، مطبخ ميرو او يوميات ميرو، دلوقتي هي غيرت اسم القناة. وكان موجود سلمى ونادين ولاد ميرو صاحبتي، وكان عمتي وبنتها، بس مفيش حد اكتر من كده. طبعا في ناس كانت عارفة عيد الميلاد، ولكن هما ما جوش له ظروف خاصة بيهم. في ناس انا برضو عارفة ظروفهم الصحية ما قدروش يجوا. احنا السنة دي بنمر بسنة ربنا يعديها على خير، وربنا يسترها. ماما بقى بصوا يعني بالنسبة لها حاتم ده حاجة كده اغلى الغاليين زي ما بيقولوا. مش هنقول اعز الولد ولد الولد، لكن حتومة عند ماما وبابا له مكانة خاصة كده. بيحبوا الولاد كلهم طبعا، ولكن حتومة زادت كمان غلاوته للظروف اللي مر بيها. حموزة حموزة ده ابن أمنية أختي، جميلة كده وحتة من قلب خالته كده. ومريومة جنبه اهي بنت ريم أختي بترقص اهي مع ماما. وحبيبة كانت عمالة بقى بتصور ومبسوطة، بس لازم تاخد حتة كده من تيتا يعني. ربنا يخليكي لينا يا ماما ويخلي بابا يا رب. ومفيش مناسبة ولا في اي حاجة جميلة في حياتي بتكمل غير بوجودكم معايا. وربنا يديمكم نعمة وتاج على راسي، ويديمكم في حياتي يا رب ويخليكم ليا. كان عيد ميلاد خفيف ولذيذ، وشرفوني ونوروني صحباتي اخواتي، والله مش صحباتي اخواتي. وربنا ما يحرم حد من حبايبه ابدا 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 يا رب. وانا عملت عيد الميلاد علشان افرح ابني بحاجات ممكن ناس تقول لا ده حاجات كتير، وممكن حاجات لا ايه ده هي عاملة ايه، بس كل واحد وظروفه. انا كان ممكن اجيب الدنيا كلها واحطها قدام ابني، ولكن ما كانش ينفع ان انا اكتر حتى في اي حاجة وهو يبقى نفسه فيها ما اقدرش اديها له في بقه. كنت عايزة اجيب بسبوسة وكنافة وجلاش والحاجات دي كلها، ولكن اللي ابني مش هياكله انا مش هحطه على السفرة ابدا. واليوم عدى بسلام وكان يوم جميل وكنا فرحانين، وابني اكل من كل حاجة والحمد لله الحمد لله. وربنا يا رب يجعلها السنة دي في ميزان حسناتنا كلنا، لان كلنا تعبنا فيها. وانا بالنسبة لي مش مناسبة ان اقول اللي هقوله، بس بالنسبة لي دي اوحش سنة مرت عليا في حياتي كلها. كل الاخبار السيئة سمعتها فيها، وربنا يعديها على خير. بس كده، ده كان عيد ميلاد حتوم. اشوفكم على خير ونتقابل على خير في مناسبات حلوة وفي فيديوهات جميلة ان شاء الله. يلا حبايبي، باي باي.